خلينا نكون متفقين إن الحاجات اللي بتدخل على دماغنا بتأثر بشكل كبير جدا أو تكاد تكون هي المؤثر الأقوى على المخرجات اللي بتدخل. عايزة أعرف شخصية أي إنسان بقدر أعرفه من خلال الحاجات اللي هو بيدخلها لدماغه. بيسمع نوع معين من الأغاني، بيتعامل مع نوع معين من الناس، من خلالها بنقدر نعرف جزء كبير جدا من شخصية البني آدم ده. أولادنا كمان من خلال المدخلات اللي بتدخل على دماغهم وعقلهم، ده بيكون لي الشخصية الأساسية للأولاد. تيجي تسألني أنا ابني اتغير طريقة كلامه، طريقة تعامله بقت مختلفة عن زمان، هقول لها أكيد بقى بيتعامل مع نوع معين من الميديا. شوفي الفيديوهات اللي بيتفرج عليها، شوفي الثقافات اللي الولد بيعملها، هل بيلعب رياضة، هل بيقرأ حاجات معينة، هل شوفي تليفونه ايه الواتش بالنسبة له، الفيديوهات اللي بيتفرج عليها وهكذا. لأن الميديا بتأثر بشكل كبير جدا أو تكاد تكون زي ما بنقول هي المؤثر الأقوى على الأولاد. بمناسبة إن الأجازة خلاص داخلة، فمحتاجين نركز مع الأولاد في الحاجات اللي هتدخل في دماغهم وبالتالي هتأثر لي على سلوكياتهم بشكل كبير. نحاول نظبط الابليكيشنز اللي موجودة على التليفون بتاعتهم، ايه نوع البرامج اللي بيتفرج عليها، ايه الحاجات اللي متابعها بشكل مستمر. حاول نعرفه على تطبيقات جديدة أو على حاجات جديدة ممكن تكون داعمة لسلوكياته وأخلاقياته لو احنا فعلا محتاجين نتيجة إيجابية للأولاد. في كام اقتراح كده ممكن أقترحه على حضراتكم. في تطبيقات بيبقى عليها قرآن، عليها تسبيح، عليها ألعاب، عليها حاجات بدون إنترنت ممكن نقدر نتعامل بيها وننزلها على تليفونات الأولاد، وبتبقى بصور وبأشكال وحاجات جاذبة لعينيهم وحاجات جذابة لأفكارهم. ممكن الحاجات دي نقدر نعرفهم عليها ونلفت بس انتباههم ليها بحيث ان هي تساعدنا شوية. ركزي في المدخلات اللي على الأولاد، في الفيديوهات اللي بيتفرجوا عليها، ركزي في التطبيقات اللي هم بيتابعوها، وبس الفتي انتباههم ان في حاجة قد تكون إيجابية. هنزل لحضراتكم كده بعض المقترحات اللي ننزلها على تليفونات الولاد، يعني قد يكون فيها ان شاء الله الإفادة، ونتابع البرامج اللي بيتفرجوا عليها ايه، ونتابع الحاجات اللي داخله دماغهم، علشان اللي خارج اكيد هيبقى نتيجة للداخل.